السلام عليكم اعزائي المتابعين، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هذا النهار غادي نشوف واحد الخبر صار جدا للمغاربه. هذا الخبر اللي زفو الملك محمد السادس، بحيث قال بلاغ الديوان الملكي ان جلاله الملك محمد السادس نصره الله اعلن للشعب المغربي ان اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا اختارت بالاجماع ملف المغرب واسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لتنظيم كاس العالم 2030 لكره القدم. فهنيئا لنا بهذا الفوز وهذا الشرف ديال التنظيم، وهنيئا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، وهنيئا للشعب المغربي، وهنيئا لنا بهذا الحلم اللي كنا كنتسناوه هذه سنين، والان الحلم اصبح حقيقه. المغرب غادي ينظم كاس العالم ديال 2030 في ملف مشترك بين اسبانيا والبرتغال. فالحمد لله الخير جا مجموع وجوج فرحات في آن واحد أو في أسبوع واحد. الفرحة الأولى هي المغرب كيفوز بتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025. أما الفرحة الكبرى فهي الفرحة الثانية، هي شرف تنظيم كأس العالم 2030. وكيجي هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للتثمين وتكريم المكانة المتميزة اللي كيحتلها المغرب في منظومة الدول الكبرى. وبهذه المناسبة وجه جلالة الملك تحيته إلى المملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، معبرا عن التزام المملكة المغربية بالعمل في تناغم تام مع الهيئات المسؤولة عن الملف في كل من الدول المضيفة. ومرة أخرى هنيئا للملك محمد السادس، وهنيئا لنا كشعب مغربي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش تشجعونا بلايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.